الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف معكم في هذه الدقائق المعدودة مع قصة حبيب ريان. هذه القصة التي يرويها صاحبها لي بنفسه. يقول صاحبنا فيها، يقول بدأت قصة حب وغرام بيني وبين ريان عن طريق الفيسبوك. بدأت القضية دردشة، أعطيه كلمات غرام ورد عليه بكلمات غرام. يقول ثم تطور الأمر إلى أكثر من ذلك، فأصبح بيني وبينه اتصالات. يقول صاحبنا، والله يا أخوان هو الذي يقول هذا، يقول صاحبنا يوميا بيني وبين ريان ما بين 40 إلى 20 اتصال يوميا، ما تمر ساعة أو نصف ساعة إلا واتصال بيني وبين ريان. أصبح هو همي، أصبح هو همي، أشيل همه، كيف أفعل معه، كيف أتكلم معه، أشيل همه. يقول حتى أني أصبحت فاشل في الدراسة. أخرجت لي تلك الجامعة التي أدرس فيها وكنت متميزا فيها، أخرجت لي في تلك السنة أني راسب في جميع المواد ومفصول من تلك الجامعة. ذهبت إلى والدي وقلت يا والد أريد أن تذهب إلى المكان الفلاني فيه كلية أريد أن أسجل فيها. يظن والدي أنه أريد الكلية وأنا ما أريد الكلية. ذهب والدي وسجلني في تلك الكلية، وأول يوم أداوم في ذلك المكان في تلك الكلية اتصلت مباشرة على ريان وقلت يا ريان أنا في المكان الفلاني. قال أنت في المكان الفلاني؟ قلت نعم. قال لابد أشوفك، لابد أقابلك، لابد أقابلك. قلت أبد يا ريان، أنا ما جيت هنا إلا عشان أقابلك وأشوفك، أنا ما جيت هنا إلا عشان تكتحل عيني برؤيتك. ريان تعال قابلني، وين أقابلك؟ قال أقابلك في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. يقول وجيت إلى ذاك المكان وانتظرت ريان، ما هي إلا دقائق وجاء ريان. قمت رحبت بريان وسلمت عليه وجلست بجواري. ساعة لا تسألني عنها، يقول في ذاك الوقت ساعة فرح وسعادة ما يعلم بها أحد أبدا. ريان حبيب القلب معي. يقول سألني ريان وأنا في هذه الغمرة، غمرة الحب وسكرات الحب وغمرة الهوى والعشق والغرام. يا شباب اسمعوا، سكرات الغرام والعشق يا شباب. ريان جالس بجواري سألني مال علي وقال لي يا فلان قديش تحبني؟ مال علي ريان وقال يا فلان قديش تحبني؟ قلت يا ريان والله لو خيروني بين حبك وبين الجنة لاختار حبك. اسمعوا يا شباب، جنة عرضها السماوات والأرض، الله يقول عنها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها السماوات والأرض. وريان وحبيب ريان يقول لحبيب ريان والله لو خيروني بين هذه الجنة وبين حبك لاختار حبك. مستعد أن يضحي بالجنة من أجل حب ريان. الله يقول أعددت فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا يجعلها من أجل حب مع شاب. يستمر الأمر والحب والغرام. يقول صاحبنا استمر الحب والغرام واللقاءات بيني وبين ريان، استمر الحب والغرام بيني وبين ريان. وصل الأمر إلى حد لا يرضي الرحمن سبحانه وتعالى. يقول في لحظة في ثواني نسيت أن الله يراقبني وفعلت جريمة اللواط مع ريان، وقعت في الحرام مع ريان، وهتكت ذلك الستر بيني وبين الله. جدار طالما بنيته بيني وبين الله هدمته في لحظات وتستمر العلاقة. يقولوا في هذه السنة نزلت إلى الحج وحجيت وتأثرت في الحج، وحسيت إني تائب وقلت إني تائب وأعلنت توبتي في الحج. يقول رجعت من الحج وقلت إني تائب وهجرت ريان. يقول هجرت الشهر الأول، هجرت الشهر الثاني، هجرت الشهر الثالث. ريان يرسل رسائل يتصل ما رد عليه 3 أشهر وأنا هاجره. يقول في الشهر الرابع أرسل ريان رسالة يقول يا فلان تقابلني ولا والله أبلغ والدك بكل شيء بيني وبينك. يقول صاحبنا يوم قال لي كذا خفت أن يبلغ والدي ويفضح الأمور. قلت أبشر أقابلك. وين أقابلك يا ريان؟ قال قابلني في المكان الفلاني الساعة الفلانية. يقول جيت المكان الفلاني وجلست انتظر ريان يجي. جيت إلى ذاك المكان وجلست انتظر ريان متى يأتي حبيب القلب، متى يأتي. جلست ما هي إلا دقائق جاء ريان. يقول قمت أسلم عليه، مديت يدي بسلم عليه. يقول ريان ما مد يده، يقول ريان ما مد يده. تدرون ايش سوى يا شباب؟ اسمعوا ايش سوى ريان. يقول ريان ما مد يده. قلت ايش سوى؟ قال سجد قدامي، حط جبهته في الأرض قدامي، سجد أمامي، سجد لي ريان سجد لي من أجل الحب والغرام. بعد ما سجد رفع راسه وقال لي يا فلان. اسمعوا يا شباب وش يقول ريان. يقول يا فلان ترى يا فلان أنت ربي وأنا عبدك، لا تترك عبدك تاني. شاب من أمة محمد من أبناء التوحيد يقول لي شاب مثله من أجل الحب والغرام يا شباب. يقول يا فلان أنت ربي وأنا عبدك،
لا تترك عبدك تايه. يا فلان أنت ربي وأنا عبدك، لا تترك عبدك تايه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول صاحبنا شعر جسمي وقف شعر راسي، هجرته، قلت يا ريان والله لا أهجرك، قلت يا ريان والله لا أهجرك، تركته ومشيت. يقول مشيت وبعد أسبوعين من ترك لريان وهجري له رأيت رؤيتين. اسمعوا يا شباب وش هي الرؤيتين اللي رآها صاحبنا؟ يقول الرؤية الأولى رأيت أن ريان مريض، رأيت في الرؤيا أن ريان مريض، واتصل عليه والده وقال لي يا فلان ترى ريان مريض وأنا باك تزوره. يقول جيت أزوره، دخلت عليه وإذا هو في غرفة العناية المركزة قد عافت فيه الليات من كل ناحية. دخلت عليه وسلمت عليه، قلت يا ريان إن طيب؟ قال يا فلان والله إني أحبك. قلت يا ريان إن طيب؟ قال يا فلان والله إني أحبك. قلت يا ريان اترك الكلام هذا، إن طيب؟ قال يا فلان والله إني أحبك. يوم قالها الثالثة خرجت روحه معها، مات ريان، قبض روحه ملك الموت وهو يقول والله يا فلان إني أحبك. مات على هذه العبارة لأنه عاش عليها يا شباب. الرؤية الثانية يقول صاحبنا يقول أنا المريض وجاء ريان يزورني في المستشفى في غرفة العناية المركزة. يقول وأنا في غرفة العناية المركزة دخل علي ريان وسلم علي، حسيت إنه ملك الموت يقبض روحي. قلت ريان اخرج. خرج ريان وقلت لابد إني أتشهد قبل لا أموت، ما ودي إني أموت إلا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول يوم خرج وبدأت أنطق قلت أشهد أن لا إله إلا الله، جيت أقول أشهد أن محمد رسول الله ما قدرت. يقول حاولت الأولى ما قدرت، قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما قدرت أكمل. يقول الثانية قلت أشهد أن لا إله إلا الله ما قدرت أكمل. يقول قلت في الثالثة لابد أقولها. يقول صاحبنا قلت في الثالثة لابد أقولها. يقول صاحبنا يا شباب يوم قلت وشدت أشهد أن لا إله إلا الله، ادروا وش يقول؟ اسمعوا وش يقول بعدها. يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ريان أجمل خلق الله. يقول سحب ملك الموت روحي على هذه الكلمة. يقول يا ريتني ما قلتها، يا ريتني مت وما نطق بهذه الكلمات، يا ريتني أخذ روحي ملك الموت ولم أقل هذه الكلمات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ريان أجمل خلق الله. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.